السلام عليكم. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. انا رحت اشتري شكاره علف النهارده. آه، النهارده الاربع علف الايمان اهون. انا كنت جايبه من 3 ايام ب 675 او 670. بشتريها النهارده بيقولوا ب 730. 730 يعني زادت 55 جنيه في 3 ايام. مش عارف والله، انا مش عارف. وبسأل على الكتكوت اللي هو الابيض، بيقول لي ب 31. يعني مش عارف انا والله يعني الله يكون في عون المربين، حتى يعني احنا المربين الضعفاء كده اللي هم الوسط، يعني اللي هو مش مزارع ولا حاجه، يربي ازاي يعني؟ يربي ازاي والبيع ولو هو بيع هيبيع الكيلو بايه؟ يعني وقت مثلا انا بربي في البيت هبيع الكيلو بايه؟ هبيع الكيلو ب 100 جنيه عشان الم الفلوس دي. هم هياكلوا منهم 3 شكاير مثلا، ال 40 كتكوت اللي عندي اللي هياكلوا دول. كان عندي شكارة علف ناعم، وهياكلوا عندي مثلا شكارتين خشن او 3 خشن. ما هو بالطريقه دي اللي هو كانوا الاشكاره في 4 ايام. يعني كمان دي هتكفيهم 4 ايام. انا عاوز كمان شكارتين، يعني انا عاوز كمان يعني شكارتين كبار. شكاره تقريبا كده ب 1460. عم اوصل ان انا يومين 3 كمان تكون وصلت 50، يبقى بقت بزياده 750 ولا حاجه. طب احنا نعمل ايه؟ نبيع بايه لما اجي ابيع مثلا الكيلو ب 100 جنيه؟ ولا ايه الوضع يعني؟ فالله المستعان بصراحه، يعني حاجه تحزن. 730 جنيه كتير يعني. كنت شاريها اول ما جبت الدوره خالص 560. اول ما جبت الدوره خالص، بعد كده بقت ب 670، والنهارده ب 730. يعني 3 اسعار في دوره واحده. 3 اسعار في دوره واحده. مش عارف يعني، مش عارف هو هل المحل نفسه اللي بيبيع بزياده ولا بس المحل دي اصلا جمله يعني. المحل دي جمله. مش عارف والله. الله المستعان. علف الايمان، انا بحب علف الايمان لان يعني يعتبر من احسن الاعلاف اللي بشتغل بيها من ايام ما كنت في البلد. فربنا يسر. شوف ما نشوف.